ازيكم؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الليفل اوف ميجرمنت داتا واللي بيساعدني ازاي اعرف اقرا الداتا بشكل افضل، ازاي اعرف اطبق عليها قياسات. وقلنا ان الليفل اوف ميجرمنت داتا بيقسم الداتا لنوعين: كوانتيتيف داتا وكواليتيف داتا. الكوانتيتيف داتا هي داتا خاصه بالاعداد، اي ارقام فهي كوانتيتيف داتا. زي ما نقول داتا كميه، بعرف ان انا اقيس الكم بتاعها. ولكن هي برضو الاعداد بتتقسم لنوعين، مش كل الاعداد اقدر اجمعها، ولا كل الاعداد اقدر ان انا اعدها ككاونت او اجمعها كصم. فبيقسم لك الداتا لنوعين: discrete data و continuous data. discrete data هي بتخص بالكاونت، زي ما قلنا ارقام بس ما اقدرش ان اعدها، هي ارقام صحيحه وبتمثل عدد اشخاص، عدد اشياء، المهم ان هي بتمثل عدد، ان انا اعد حاجه، اعمل كاونت. اما continuous data فهي معاملات الحسابيه زي ما انت متخيلها: جمع وطرح وقسم، معاملات ماليه، يعني حساب وقت وهكذا وغيره. اما الكواليتيتيف داتا فاحنا قلنا ان هي بتتقسم لنوعين: النومينال واوردر. والكواليتيتيف داتا هي خاصه بالداتا الوصفيه، انا بوصف الداتا، وجايه من كلمه كواليتي، يعني ان انا بعرف اشوف مدى اهميه الداتا دي عندي يعني. فبتتقسم لنومينال داتا واوردر داتا. النومينال داتا هي زي فكره الكلاسيفيكيشن، او هي فكره الكلاسيفيكيشن نفسها. زي ما قلنا ان انا اقدر اقسمها، ان انا لما عندي داتا اقدر ان انا اقسمها لمجموعات من غير ما ادي اولويه لاي مجموعه فيهم. اما الاوردر داتا فهي الداتا الخاصه بالترتيب، يعني انا بيبقى عندي نصوص بس بقدر ان انا ارتبها. زي ان انا اتكلم عن الشهور دي حاجه مترتبه، زي ما قلنا ما اقدرش ان انا اغير شهر ترتيبه عن ترتيب شهر تاني. زي ان انا ارتب زي ما قلنا التوب تشانل او البوتtom تشانل حسب عدد المتابعين اللي فيها. ففي اشياء ينفع ان انا احطها محل الترتيب، وفي حاجات تانية ما اقدرش ان انا احطها في سياق الترتيب او ان انا اديها اي اوردر. ليه احنا قلنا الكلام ده؟ قلنا عشان لما نيجي نطبق اي معادلات على الاكسل او اي داتا تقابلنا بمختلف التول اللي هنستخدمها، اكسل وغيره، في الاصل ابقى فاهمه الداتا، ابقى فاهمه انا اصلا بتعامل مع الداتا دي ازاي، امتى دي هتعامل معاها بالعد وامتى دي هتعامل معاها بنجمعها وهكذا. ده بيخليني ان انا فاهمه الداتا اللي شغال عليها، سواء ان انا داتا انتري او حد في اي شركه بيشتغل في اي قسم في اي مجال، هو بيتعامل مع داتا لازم تبقى فاهمها وفاهم ازاي تتعامل مع كل واحده فيها عشان تحل المشكله اللي هتواجهك. دي كانت المقدمة، واللي كان الهدف منها ان احنا نبدأ اول فيديو في تطبيق او استخدام فانكشنز الاكسل او معادلات الاكسل: السم والكاونت والافريج، اهم 3 معادلات عندنا. وفي طبعا معادلات كتير هنتكلم عنها قدام بتخلينا ازاي نعرف نتعامل مع الداتا اللي موجودة معانا في الاكسل، ولكن هنبدأ بأهم 3 هما السم والكاونت والافريج. طيب نتكلم عن اول معادلة معانا وهي سم. معادلة سم هي مهمتها انها تجمع الارقام، يعني لو قلت 1 2 3 المفروض مجموعهم كام؟ 6. فأنا لو عايزة أجيب مجموعهم باستخدام معادلة سم اللي في الإكسل، هعمل هنا هقف في سيل فاضية، وأي معادلة في الإكسل عشان أنفذها لازم أعمل إيكوال أو علامة يساوي الأول، وبعدين أكتب اسم المعادلة اللي هي سم. أنا بمجرد ما بكتب حرف الإس بيجيب لي كل المعادلات اللي في الإكسل اللي بتبدأ بحرف الإس، هتظهر لي سم، وبحدد على الرينج اللي فيه الأرقام اللي أنا عايزاها، أقف عند الأرقام وأسحب كده. فأنا كده بحدد الرينج كله جوه المعادلة، وبعدين بقفل القوس وبدوس انتر، يديني التوتال اللي هو 6. ده كده مثال بسيط ازاي ان انا اكتب معادلة سم، وازاي ان انا احسب الارقام اللي قدامي باستخدامها. فهي مهمتها ان هي تعمل لي جمع مش اكتر، جمع لارقام موجودة عندي. يعني لو قلنا بمفهوم الليفل اوف ميجرمنت داتا، هي معادلة سم بتخدم الكونتينيوس داتا، المعاملات الحسابية. طيب لو انا قلت ان ال3 اعداد دول اللي عددهم سوري اجمالي مجموعهم 6، لو انا عايز اعرف هو عددهم قد ايه، هو بالنظر كده هم 3 ارقام: 1 2 3. ولو على مستوى الجمع فهم مجموعهم 6، اما لو عايزة عددهم فهم 3 ارقام. طيب لو انا عايز استخدم معادلة تعمل لي العملية البسيطة دي وانها تعدهم لي، هستخدم كاونت، معادلة كاونت. طيب ازاي؟ ممكن نيجي هنا عشان تبقى بعيد شوية. برضو هنعمل نقف في سيل ونعمل ايكوال ونكتب الحروف بتاعة اسم المعادلة كاونت، هتظهر لنا. هيقول لي اختاري الرينج اللي انت عايزاه ان هو يعده. هندوس انتر، هيديني 3 اللي هم عددهم 3. تمام. طيب
خلينا هنا نميز ده الأصفر. طيب خلينا برضه نيجي ده أي لون. تمام. طيب يبقى كاونت لما باجي أقف عليها هي بتروح تاخد الرينج ده كله وتعده وتديني الإجمالي بتاعه. طيب أما افريج مهمتها إنها تديني متوسط العدد الموجود. فلو افترضنا إن مثلا ده مصروف ل3 أشخاص، واحد بياخد جنيه، واحد بياخد 2 جنيه، واحد بياخد 3، فمتوسط المصروف اللي مع ال3 كام؟ المتوسط معادلته بسيطة، هي مجموع الأرقام اللي موجودة على عددها. مجموع الأرقام 6 احنا جبناه من خلال معادلة سم، أما عدد الأرقام فاحنا جبناه من خلال معادلة كاونت. فلو عايزين نجيب الافريج هيكون بسيط، كل اللي هنعمله هنضغط مع equal أو يساوي وهنكتب اسم افريج. هنلاقي أسامي كتير ليها، هي أول حاجة اللي هي افريج، الباقي ده هنتكلم عليه في فيديوهات تانية. يا بنضغط تاب لما نيجي نختار معادلة، يا بنضغط تاب من الكيبورد، يا إما بنضغط على المعادلة نفسها من هنا إن أنا أكليك عليها بالماوس. وفي معادلة افريج هي بتعمل عمليتين في عملية واحدة. يعني ايه؟ يعني معادلة افريج او فانكشن افريج هتروح تجيب مجموع ال3 أرقام وتجيب عددهم وتقسمهم على بعض عشان تجيب المتوسط بتاعهم. فهو هنا في افريج بيقول لك خد له الرينج اللي انت عايزه ان هو يجيب لك الافريج بتاعه، وهنقفل القوس ونضغط انتر، جابه اللي هو 2. طيب تعالوا لو احنا عملناها بشكل مانيوال من غير ما كنا نستخدم معادلة افريج. انا ال3 أرقام مجموعهم اهو 6 وعددهم 3. لو عايز اجيب الافريج ببساطة هقسم المجموع اللي هو 6 على العدد اللي هو 3 وبرضه هيديني 2. فانا عندي معادلة افريج قدرت انها تعمل لي الموضوع ده في خطوة واحدة. طيب ده مثال بسيط لو انا عايزة استخدم عشان ابسط فكرة sum وcount وافريج. طيب خلينا ان احنا ناخد مثال على داتا عندنا عشان يوضح لنا الاستخدام اكتر. لو انا عندي داتا دلوقتي ظاهرين داتا حجم بسيط 13 رو، لكن لو انا عايزه اتكلم على يعني لو انا بقى بتعامل مع داتا كبيره، عايزه اعرف عدد الكولومز، الداتا اللي جوه الكولومز، عايزه اعرف المجموع، فمحتاجه معادلات تسهل عليا الموضوع ده باختصار. فمثلا دي داتا درجات طالب في مواد مختلفه، فاحنا عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف عدد المواد اللي هو امتحن فيها واجمالي درجاته في الامتحانات كلها ومتوسط درجاته على مستوى كل الامتحانات اللي هو امتحنها. طيب انا عشان اعرف عدد الكورسات ايا كان هستخدم كاونت، بس مش في الحاله دي هستخدم كاونت بس، في تصنيف تاني الكاونت بيخليني ان انا اعد خلايا. لما يكون خليه فيها رقم او رقم منصوص ما بختارش كاونت في الحاله دي، بختار نوع تاني هنشوفه دلوقتي هكتب كاونت. لما تكتب اسم المعادله هنا بيظهر لك وصف ليها، فهنا بيقولك ان الكاونت هتساعدك ان هي تعدلك عدد الخلايا اللي جواها ارقام. يعني انا لو الخلية دي عشان فيها ارقام فكاونت هتقدر تعدها. خلينا نختار الكاونت اللي هي الاساسية ونحدد بس المواد او درجات المواد بس ان انا عايزة اعرفهم، ماخدش معايا الهيدر عشان ما يخشش في العدد معايا. فانا هسحب الرينج ده كده كله واقول انتر، هيقول لي 12 مادة. طيب في حالة ان انا عايزة اعد عدد المواد فعلا اللي هم ال 12 مادة، في حالة ان انا عايزة اعد فعلا عدد المواد اللي هم ال 12 مادة بس مش باستخدام العمود اللي فيه درجات الطلبة، لا انا عايزة اعد باستخدام اي دي المواد نفسها. في الحالة دي هختار ايه؟ مش هختار كاونت العادية، هختار نوع تاني من كاونت عشان يقبل ان هو يعد الخلايا اللي مش فيها ارقام بس لا فيها النصوص. فانا لما بكتب كاونت الاولانية بتختار او بتعد الخلايا اللي فيها ارقام، اما كاونت التانية بتعد الخلايا في العموم سواء فيها ارقام او حروف، بس المهم ان هي ما تكونش فاضية. يعني هو لو لقى خلية فاضية مش هيعدها، اما لو لقى خلية فيها نصوص او ارقام هيعدها. اسمها كاونت ايه، يعني بنضيف حرف الاي لكاونت فتبقى كاونت ايه. وهنعمل سيلكت على الاي دي بتاعة المواد بس مش هدخل معاها الهيدر تاني عشان ما يختلطش الامر ويدخل الهيدر ويعتبر يتعد معانا، وهو المفروض ما يتعدش، المفروض اعد كل الاي ديات بس بتاعة المواد. وبرده قال لي 12، فسواء استخدمت كاونت او كاونت الاثنين ادوني الاجابه بتاعتي، ولكن الاختلاف ان كاونت العاديه بتعد اي خليه فيها ارقام، اما كاونت اللي فيها الايه بتعد الخلايا اللي هي مش فاضيه في العموم سواء فيها ارقام او نصوص، المهم ان ما تكونش بلانك. يعني انا لو استخدمت تاني كاونت
وخليتها تعد الخليه الفاضيه اللي قصادها، هتقولي صفر. هي ما لقيتش حاجه عشان تعدها، فالعدد صفر. لكن لو الخليه الفاضيه دي انا كتبت فيها حرف، هتقول لي واحد. كتبت فيها رقم، هتقول برضو ان هو واحد. مسحت الفاليو او القيمه اللي موجوده جوه الخليه، شافتها تاني صفر. طيب انا كده رديت على السؤال الاول وجبت عدد الكورسات. السؤال الثاني عايزه اجيب اجمالي درجات الطالب في الامتحانات. اجمالي مجموع، يعني استخدم sum واحدد على المواد اللي موجوده عندي في الخليه كلها. هي كده كده في الرينج كله، يعني احددها وهي هتجمع الارقام. ممكن احدد العمود كله من اوله لاخره، كده كده انا مش هدخل اي بيانات، هدخلها بعد كده هتكون تبع نفس الطالب او تكمله لنفس المواد، فعادي ممكن احدد العمود كله. ولكن يفضل ان انا خلاص ما دام بجمع قدامي رينج معين من الارقام، احدد الرينج ده بس وهو ده الاجمع. فقال لي الاجمالي 319 و4 الرقم ده انا ممكن اقرب الخلايا الخانات العشريه اللي فيه بان انا اضغط على كوما ستايل من قائمه هوم. هيقرب لاول رقمين عشريين. انا ممكن من خلال الديكريز فانكشن او الزرار الديكريز اللي هنا اقرب الرقم لاقرب رقم صحيح، او ارجع تاني بالانكريز بوتوم اي اخليه لارقام عشريه. فانا هقربه لاقرب رقم صحيح. تاني حاجه هو عايز المتوسط. احنا قلنا ان المتوسط ايه؟ هو مجموع الارقام اللي عندي على عددها. يعني انا ممكن اعملها انا بنفسي عمليه حسابيه بان انا اقول ايكوال واعمل قوس، افتح قوس، احط فيه ال 319 واقفل القوس، واعمل على او اللي هي رمز الاسم، واختار الرقم 12 اللي هو عدد الكورسات. هيقول لي ان الطالب ده متوسط اداؤه في الامتحانات حوالي 26 او خلينا نقول 27. لو يعني قربنا الرقم، يعني متوسط درجاته حوالي 27. ده متوسط اداؤه. ده انا كده لو انا عملتها عمليه حسابيه بايدي ان انا اقسم المجموع على العدد. لكن انا ممكن استخدم معادله افريج وهي تعمل لي الموضوع ده في حاله ان انا مش محتاجه ان انا اجيب العدد واجيب المجموع. انا لو ما جبتش العدد والمجموع وجيت انا على طول استخدمت معادله افريج، هحدد الرينج كامل وهقول انتر، وهقرب هيديني نفس الرقم، وما كنتش محتاجه ان انا بقى اجيب العدد او اجيب الكاونت الخاص بيه. ده كده مثال سريع لاستخدام كاونت وسم وافريج في ابسط المعاملات الحسابيه. طيب ممكن انا برضو اديك تيبس او اختصار سريع كده لو انت عايز تعرف بشكل سريع من غير ما تعمل معادلات حسابيه او تستخدم كاونت او سم، وعايز تعرف عدد الداتا اللي عندك ومجموعها او الافريج كمان بتاعها. الاكسل هنا بيدي لك بار، بيبقى فيه هنا بار كده في الاكسل، هو بيحسب لك اوتوماتيك. بيظهر لك هنا سامري كده مختصر لمجموع الارقام اللي عندك وعددها والافرج لما انت تحددها بنفسك. يعني هاجي عند عمود الكولوم او اللي هو الكولوم بتاع عدد درجات الطلبه، هقف عليه كده من اوله لاخره، هيديني تحت معلومات سريعه. هيقول لي ان اجمالي الارقام اللي في العمود ده 319 وهو فعلا الرقم اللي احنا جبناه، وان العدد 13 ده لانه طبعا دخل معاه عد معاه الهيدر وده غلط. هو فانت لو انت عارف ان انت عامل سيلكت اول، فانت هتطرح الرقم بتاع الهيدر اللي هو واحد، يبقى انت عارف ان المجموع المواد او عدد المواد فعلا 12 مش 13. وبيقول لك ان المتوسط 26 و6 من 10 متوسط المواد. ادالك مجموعه سريعه بشكل مختصر او معلومه سريعه بشكل مختصر للداتا اللي موجوده عندك. ده لو انت عايز تعمل قرايه سريعه بس مش اكتر، مش مضطر او مش محتاج يعني ان انت تعمل معادلات او تحسب حاجه معينه، لو انت عايز تعرف معلومه سريعه. بكده احنا النهارده اتكلمنا عن السم والكاونت والافريج. المره الجايه هنتكلم عن السم ايفز والكاونت ايفز وبرده الافريج ايفز، هنقابلها المره الجايه عشان نعرف امتى بستخدمهم وايه الطريقه اللي انا بطبق فيها المعادلات دي. وهنا بتبدا فعلا الشغل بقى اللي انت عايز تجهز فيه تقارير وكده. سم ايفز وكاونت ايفز من الطرق السحريه اللي بتساعدك جدا ان انت تعرف تعمل تقارير وتلخص الداتا اللي عندك.